أعزائي المشاهدين، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الحقيقة النهاردة معانا في لقاء خاص، حلقة خاصة جدا مع شخصية خاصة جدا تولد حقيبة الصحة في مصر في ظروف خاصة جدا. في وزارة الأستاذ الدكتور عصام شرف تولى الأستاذ الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم حقيبة الصحة. والأستاذ الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم ولد في المعادي بالقاهرة في 14/4 سنة 1959. تخرج في كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، ثم عين معيدا بقسم الأمراض الصدرية، ثم مدرسا، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ. تولى العديد من المناصب القيادية، بدءا من نائب مدير مستشفى قصر العين التعليم الجديد الفرنساوي، ثم مديرا لمركز تطوير التعليم الطبي المستمر بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، ثم مديرا عاما لمستشفيات جامعة القاهرة سنة 2005، ثم بعدها تولى الآن وزارة الصحة. اسمحوا لي باسمكم جميعا أرحب بمعالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك شرفت قناة بروميد. كنت بكلم حضرتك في أول الحلقة أن بروميد تعني بروفيشنال ميديسين أو طب المحترفين، ونحن قناة تقدم الطب عبر شاشتها لكل من يريد أن ينهل من هذا الحقل الطبي الجميل. إيه رأي حضرتك في فكرة التعليم الطبي المستمر، أن توجد قناة لتقدم للأطباء معلومات من الثقات؟ طبعا التعليم الطبي المستمر او الكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت دي حاجه مهمه جدا في كل المهن اللي هي المهنيه، كل المهن التي تعتمد على المهارات. فبالنسبه للاطباء ده حاجه مهمه جدا، ان هو زي ما دايما نقول للدكاتره اللي لسه داخلين كليه الطب، خلي بالك انت داخل كليه هتتعلم فيها من ساعه ما تدخل الكليه لحد ما تبطل شغل. هتفضل تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم، وليس تعليم نظري ولكن تعليم مهني. فدي مهم جدا. فوجود قناه للتعليم ده اعتقد ان كان في يعني بدايه في طبعا في العالم كله. في مصر كان في محاولات كثيره لوجود قنوات تعليميه للاطباء، وثم دي حاجه كويسه جدا انها تبقى موجوده. دكتور، لماذا اخترت الطب كمهنه؟ او يعني احكي لنا عن البدايات الاولى لحضرتك. الطالب اشرف محمود ابراهيم حاتم كيف كان يرى مستقبله في الطب؟ هل كنت تحلم ان تصبح وزيرا للصحه؟ ولا كنت احلم ان ابقى وزيرا للصحه، ولا كنت احلم ان انا ابقى طبيب اصلا. كانت ايه الهوايه يعني او انا يعني في طول فتره الدراسه الابتدائيه والاعداديه والثانويه كنت دايما اتجاه ادبي اكتر من اتجاه علمي. فعشان كده انا كنت دايما احب ان انا ادخل كليه زي كليه الحقوق. لكن في يعني في الثانوي دخلت علمي، يمكن لان ساعتها كان الاتجاه اكتر للمواد العلميه، وكان يمكن الشاطرين دايما بيدخلوا في العلمي. ما كانش فيه علمي علوم وعلمي رياضه، لكن كان فيه علمي وادبي. انا يمكن لقيت ان ساعتها ايام ما احنا كنا طلبه يمكن الاتجاه الاكثر للناس المتفوقين كان للعلمي، واغلب اصدقائي كانوا داخلين علمي، فدخلت العلمي. ثم حصلت على مجموع كبير في الثانويه العامه، ولان انا ما عندناش حد في عيلتنا طبيب على الاطلاق، فوالدي طلب مني ان انا ادخل كليه الطب. فلذلك احنا ايامينا في الثانويه العامه في النتيجه بتاعت الثانويه العامه او في التنسيق انا كتبت بالظبط كده طب القاهره حقوق القاهره. وبس ادي اللي انا كتبتهم في فعشان ويعني فنصيبي كان ان انا ادخل طب. الحقيقة حين أتحدث إلى أستاذ الأمراض الصدرية الأستاذ الدكتور أشرف حاتم يختلف ربما الحوار عن الحوار مع الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وهو وزير للصحة. هل نحلم بأن تكون هناك مبادرة لمحاصرة التدخين؟ يعني أنت أشد الناس معرفة بتأثير التدخين على الصحة.
وانت الان وزير الصحه في مصر. هي بص حضرتك، هي كل الحملات وكل القوانين للاقلاع من التدخين والحد من التدخين، اكثر منها انها وزاره الصحه هي اكثر، هي يعني المفروض انها تبقى توجه دوله وتوجه مجتمع. لان وجود قانون بس من غير ما نطبقه، ووجود يعني تحذيرات من وزاره الصحه من غير اشتراك وزاره الثقافه ووزاره لكن لو كان في وزاره اعلام، الحمد لله ما عندناش وزاره اعلام دلوقتي، لكن كل وتطبيق القانون وان الناس كلها تبقى عارفه ثقافيا ومجتمعيا ان التدخين هذا شيء ضار جدا للصحه وبيسبب امراض كثيره جدا وبيأثر على الاقتصاد. وان الدولة نفسها اما بتكون يعني بتوجه مثلا انها بتزود سعر التدخين، يعني احد الحاجات مثلا اللي خلت التدخين يقل في الصين النصف، ان خلت ان السجاير في الصين غليت بنسب معينة، فالتدخين قل نتيجة ان السجاير بقت سلعة غالية على الناس. فاتجاه ده اتجاه دولة اكتر منه اتجاه وزارة الصحة. لكن طبعا من ضمن اولويات وزارة الصحة في الفترة القادمة انها هتشجع على الحملات اللي هي تحد من التدخين والتوعية بالذات للتدخين في الصغار وفي الشباب وفي الامهات. ويمكن يكون ده فرصة جديدة في العهد الجديد ان احنا نحافظ على صحتنا ان شاء الله. الحقيقة يعني انا كنت اعرف حضرتك وحضرتك مدير لمركز تطوير التعليم الطبي او التعليم الطبي المستمر، فده خلانا نقول برضو هل في خطة معينة في ذهن معالي الوزير لحكم التعليم الطبي المستمر، لانك ممن تولوا يعني هذا المكان وكنت فعلا فاعل وفعال. هو انا كنت ساعتها كنت تطوير التمريض، لكن طبعا التعليم الطبي عامة في التمريض او الطب او كل المهن اللي ليها علاقة بالاطباء والطب ده مهم جدا. واحنا في قانون اسمه قانون التنمية المهنية المستدامة، وده من ضمن القوانين المهمة جدا اللي احنا بنجهزها لانها تدخل مجلس الشعب القادم. كانت مشكلته الاساسية هي التمويل. يعني ايه التمويل؟ يعني ما ينفعش ان انا اطلب من طبيب صغير ان هو لازم يحضر دورات تعليمية او ان هو يحضر مؤتمرات او ياخد دراسات، وفي نفس الوقت ان انا ما اديلوش بدل تنمية مستدامة عشان يقدر ان هو يدخل ده. فما ينفعش انه يدفع من دخله اللي هو اصلا قليل جدا. نفس القصة بالنسبة للتمريض، بالنسبة للصيادلة، بالنسبة لاخصائي العلاج الطبيعي. كل الفريق الطبي محتاج انه يبقى فيه تنمية مستدامة، ولكن لازم برضو افكر في التمويل. واحد الحاجات اللي احنا فكرنا فيها ان القانون لازم يضاف فيه مادة، والمادة دي تكون ان على الجهة اللي انا بشتغل فيها انها تعطيني يا اما بدل يا اما تشترك لي في هذه الدورات. طيب دكتور، الحقيقة نسب الى حضرتك احد التصريحات انا ما اعرفش مدى صحته، وحضرتك مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، انه طبعا القصر العيني هو قبلة كل المرضى. يعني قدر الله ان يكون القصر العيني هو القبلة والوجهة. نسب الى حضرتك تصريح انه عدد السراير اقل من عدد التحمل ده. يعني احنا بنعمل اللي علينا لكن الحالات اللي جايه اكثر بكثير من عدد الاسره. الان انت في موضع صناعه القرار وصناعه المستقبل، ردك هيكون ايه؟ هو يمكن التصريح ما كانش كده بالظبط، ولكن زي ما حضرتك بتقول كده ان القصر العيني هو يعني هو اقدم واكبر مستشفيات مصر والشرق الاوسط وافريقيا، 5200 سرير. ولكن رغم ان هو 5200 سرير بيجيله 2 مليون مريض في السنة، فعلى طول نسبة الاشغال فيه تقريبا ما بين 80 ل 100%، بالذات في الحتت اللي محتاجينها اللي هي الرعايات المركزة وجراحات القلب والصدر وجراحات المخ والاعصاب وكده. فاحد الحاجات المهمة جدا اللي مطلوبة من وزارة الصحة وطبعا قبل الوزير نفسه ان القصر العيني يتحول له الحالات اللي هي محتاجة الترشري كير، اللي هو محتاجة فعلا خبرات وامكانيات القصر العيني. يعني احد الحاجات اللي كانت موجودة ان احنا كان 40 ل 50% من
المرضى اللي بيجوا لنا كان ممكن ياخدوا العلاج الرعايه البرايمري والسكندري. لا السكندري مش برايمري، اكتر منها السكندري، وانها ممكن تتعالج في مستشفيات العامه والمركزيه وبعض المستشفيات المتخصصه اللي هي مش محتاجه هذا التخصص الجامد في القصر العيني. فاذا لو انا قدرت ان انا احسن المستشفيات العامه والمركزيه والمستشفيات التخصصيه الاخرى في وزاره الصحه وفي المحافظات الاخرى، بدل ما بيجي لي 2 مليون مريض في القصر العيني هيجي لي يعني 600,000 700,000 مريض هياخدوا رعايه اكتر، هيبقى هم دول اللي فعلا محتاجين القصر العيني، وهيبقى عند القصر العيني تمويل اكتر ان هو يقدم خدمه طبيه لائقه. طيب هل حضرتك تفتكر انه عدم العنايه بالبرايمري هيلث كير او المناطق البرايمري والسكندري هيلث كير او مناطق او وحدات الرعايه الصحيه الاساسيه والثانويه حتى هو عدم جاهزيتها في هذا الوقت، او يعني في وقت ما خلى الناس تفقد الثقه في المكان فيجروا على القصر العيني؟ هي يمكن امكانيات في وزاره الصحه يمكن اكتر حتى من الامكانيات اللي موجوده في المستشفيات الجامعيه. الوحدات الصحية الأولية تم التطوير فيها تطوير كبير جدا، من تطوير المكان وتطوير يعني زي ما نقول كده ان تطوير الحجر، يعني تطوير المكان نفسه. المشكلة في حاجتين هنا. هو نمرة واحد وجود الأطباء اللي هم طبعا في المستشفيات الجامعية في وجود أطباء أعضاء التدريس، فثقة المريض بتبقى أكتر في المستشفى الجامعي. وعدم وجود النظام او السيستم بتاع الإحالة ده اهم نظام موجود في الدول المصرية. الإحالة ان انا بدخل للفاميلي دكتور اللي هو طبيب الاسرة او الجي بي اللي هو الممارس العام بتاعي اللي انا متسجل عنده، وهو هذا الطبيب انا ممكن اروح له في اي وقت، ولكن هو ده اللي بيحولني على الاخصائي، هو اللي يحولني على المستوى الثاني حسب الحالة لو انا محتاج. المستوى الثاني ده ممكن تكون مستشفى مركزي او عام، او يحولني على المستوى الثالث على طول لو حالتي صعبة، او يحولني الاول على المستوى الثاني ثم المستوى الثاني هو اللي يحولني على المستوى الثالث اللي هي المستشفى الجامعي. عدم وجود هذا السيستم عندنا هو ده اللي مخلي المشكلة الضخمة جدا في عدم ثقة الناس اكتر في المستشفيات اللي هي المركزية والعامة، ثم كمان الوحدات الرعاية الصحية. وحدات الرعاية الصحية الفترة الجاية هتشهد ان احنا نحط فيها مش اللي هم اخصائي طب الاسرة، ودي بقى في عدد كبير من تخصص طب الاسرة واللي واخدين الزمالة او اللي واخدين ماجستير واخدين دكتوراه، فده هيرفع من كفاءة الفريق الطبي اللي موجود في الوحدات الطبية الاولية، وفي نفس الوقت يعيد الثقة. ثم بعد كده نبتدي نحط نظام الإحالة من هذه الوحدات الى السكندري كير اللي هو المستوى الثاني او المستوى الثالث. معمول في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، ويمكن دي التجربة اللي هي بتاعت التأمين الصحي اللي ابتدت في السويس. هي التجربة ان ازاي ان انا بروح البرايمري كير ثم السكندري كير والتيرشري كير بروح فيها. نعم. الحقيقة يعني قيل عن وزارة الصحة الكثير، فدائما ما يشار الى انه اي وزير بيجي يمسك وزارة الصحة بيثقل كاهله بمشكلات كثيرة جدا، ولو فضل يجري ورا هذه المشاكل وهذه الفساد وفين 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 ربما يشغل هذا باله عن التخطيط لمصر وصحة مصر، لان في عنق وزير الصحة امانة هي صحة المصريين، ومصر دولة كبيرة جدا، فبالتالي على عاتقه حمل كبير جدا جدا جدا. ما هي اهم المشكلات اللي واجهت حضرتك وانت بادئ في حقيبة الصحة؟ هو زي ما حضرتك بتقول كده، هو يعني مصر دولة كبيرة، ثم دولة امكانياتها الاقتصادية يعني ضعيفة، وفي نفس الوقت احنا عندنا مشاكل مزمنة طويلة جدا في القطاع الصحي. ففي مشاكل ضخمة جدا في برضو مثلا الفريق الصحي في الحوافز والمرتبات والدخل بتاع الفريق الصحي ككل، ان هو ما بياخدش يعني ما يكفيه من ان هو يعيش عيشة لائقة. النظام زي ما كنا لسه بنتكلم على النظام الإحالة والسيستم بتاع وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة ثم المستشفيات العامة والمركزية، ودي أقل مستشفيات كان في اهتمام بيها لأنها تتبع يمكن المحليات وتتبع المحافظات أكثر ما تتبع الديوان العام،
وجود كذا نظام للعلاج من وحدات رعاية أساسية ونظام قطاع علاج، مستشفيات قطاع علاجي وتأمين صحي ومراكز. ففي مشكلات كثيرة جدا. طبعا ان الناس كلها بتحلم بالقانون التأمين الصحي الشامل، ولكن هذا القانون لو ما اتدرسش كويس ولو ما تخططش ازاي يتطبق، اما هيطلع مش عايزين يبقى زي قانون المرور اللي طلع وما اتطبقش. فهو مهم قوي مش بس ان يطلع قانون، انه يطلع قانون ويتطبق مظبوط ويبقى ليه رأي يبقى الناس تحس ان في فرق. طبعا في عندنا مشاكل العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجاني، وان ازاي المريض يلاقي مكان وياخد نظام اتاحة الخدمة الصحية للمواطنين اللي دخلهم ما يكفيش انهم يقدروا يروحوا القطاع الخاص. حاجات كتير جدا. طيب هل انت مع دمج نفقة الدولة في التأمين الصحي او نظام، يعني كيف؟ لا هو بص حضرتك، هو يوم ما يبقى فيه نظام تأمين صحي شامل مش هيبقى فيه نظام علاج على نفقة الدولة، لان هيبقى كل الناس فيها تأمين صحي فبتتعالج على نفقة التأمين الصحي. ولكن الى حين ان يحصل ذلك بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات لازم يكون فيه علاج على نفقة الدولة. علاج على نفقة الدولة ده مش لازم يكون علاج على نفقة الدولة، لازم بقرار يطلع، لان هو ممكن يكون علاج على نفقة الدولة ده ان انا بروح المستشفى زي زمان خالص، الناس اللي لحقت السبعينات والثمانينات والستينات او الاربعينات حتى من القرن، كان لما الواحد بيجي له مشكله وبيروح المستشفى العام اللي كانوا يسموها زمان حتى في المحافظات القصر، اللي يسموها القصر، يعني المستشفى المركزي الكبير او المستشفى العام الكبير يسموها القصر. كان الواحد بيروح عنده زايده يروح القصر بيعملوا له عمليه خلاص، مفيش بقى ايه. اذا كان عنده ميزانيه اسمها ميزانيه العلاج المجاني اللي كان بيعالج بيها المواطن، فممكن تكون هذه هي نظام العلاج على نفقه الدوله، لان كله ده نفقه الدوله. طيب انا الحقيقه يعني هسال سؤال وحضرتك لك الحق الا تعلق او ان تعلق اذا اردت. يعني لما يتهم بعض الوزراء بانهم عالجوا اسرهم على نفقه الدوله، وبعض القادرين قوي على انهم عالجوا اسرهم على نفقه الدوله، هل كانت هناك خروقات في القانون في الاطر والضوابط؟ يعني كيف يسمح لقادرين جدا، مش عايز اقول قادرين، ان يعالجوا على نفقه الدوله في دوله الفقير لا يستطيع ان يعالج؟ والله يعني انا مش هعلق على حاجه كانت موجوده قبل كده، نعم، لكن اللي اقدر اقول لحضرتك عليه ان احنا في العهد الحالي هي اتقفلت خلاص. حتى الوزراء اللي هم موجودين في الوزاره الحاليه معمول لهم تامين صحي على مصر للتامين. تمام. فمعاهم كارنيه رغم ان مثلا انا عندي تامين صحي في القصر العيني الفرنساوي لاني استاذ في القصر العيني، لكن كارنيه لكل الوزراء وزوجاتهم ليهم تامين صحي على مصر التامين، بيتخصم من مرتبهم ويدفع في مصر التامين، هو اصلا متامن عليه. نعم. حضرتك اقدمت على خطوه جميله جدا، وهي تشكيل لجنه يمكن من بعض وزراء الصحه السابقين للاستعانه بارائهم وخبراتهم، على عكس ما كان سابقا من الوزراء، يعني دون الاشاره الى احد، لكن ربما البعض راى في هذا خطوه فيها نضج سياسي وارتياحيه شديده واريحيه شديده، انك تستفيد بكل وزراء الصحه السابقين يعني للاستماع لارائهم وامكانيه تحقيق افكارهم. تعليقات. بص، احد المشاكل اللي كانت بتحصل في مصر يعني انا يمكن بقول ان دي عاده فرعونيه في مصر، ان اي حد بيجي اول ما بيبتدي بيهد القديم وبعدين يبتدي من اول وجديد، او ان هو يمسح اللي كان موجود ويروح حاطط اسم اللي عمل قبل كده وحاطط اسمه. اللي انا بقوله ان اي حاجه قديمه اكيد فيها نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. النقاط الايجابيه لازم نكمل عليها ونطورها، والنقاط السلبيه دي لازم نراجعها ونشوف ايه اللي كان خلاها سلبيه ونطورها بحيث انها تبقى ايجابيه. نعم. اللجنه الاستشاريه العليا دي احد اللجان، في لجان كتير قوي احنا عملناها. اللجنه الاستشاريه العليا دي فيها 3 من اساتذتنا ويعني شيوخ المهنه من الاساتذه كانوا وزراء للصحه، لكن فيها كمان بقيه اللجنه هم حوالي 12 واحد كلهم شيوخ المهنه في كل تخصص. يعني انا جبنا من كل تخصص شيخ المهنه فيها، كانوا ممثل لايه دول زي ما تقول كده لجنه حكماء، وهم وظيفتهم هم المخ بتاع الوزاره، عشان ما يجيش ابتدي حاجه تطلع. يعني مثلا انا اول حاجه كنت بفكر فيها ليه ما يكونش الانظمه بتاعتنا انظمه مؤسسيه، ما تبقاش سياسه وزير انها تبقى سياسه وزاره. فلقيت ان الدكتور ابراهيم بدران مثلا سنه 78 لما كان وزيرا للصحه قال لي ما في قانون اسمه قانون المجلس الاعلى للصحه. صحيح. كان
بيشكله هو والمجلس الاعلى للصحه ده فيه كل الوزارات وفيه كل الناس المقدمي الخدمه الصحيه والمستفيدين منها. اما بيطلع قرار من المجلس الاعلى للصحه ده قرار مجلس مش قرار وزير. فاما احنا نقول مثلا ان احنا هنلغي كذا او هنعمل كذا، يبقى المجلس فكر ودرس وقرر. فدي احد الحاجات. اما بعد كده الدكتور مثلا محمد عوض الدين قال ان هو مجلس اعلى للصحه كمان ده هو عمل كمان حاجه اسمها المجالس الاقليميه للصحه، اللي هو تكامل الخدمه الصحيه في المحافظات. عشان لا مركزيه برضو، عشان ما يبقاش يتساب وكيل وزاره الصحه في المحافظه او مدير المديريه يشتغل لوحده، او ان هو يشتغل لوحده والجامعه تشتغل لوحدها. ليه ما يبقاش في تكامل؟ بنستفيد من حاجات اتقالت واتعملت قبل كده من اساتذتنا في كل التخصصات. وعندنا لجان تانية لدراسة مثلا قانون التأمين الصحي، لجان للصيدلة، لجان التمريض، ازاي نطور التمريض، ازاي نعمل قانون، نراجع القانون ونحاول نعمل قانون اللي هو مزاولة مهنة التمريض. تخيل لحد دلوقتي ان مفيش قانون لمزاولة ينظم مزاولة مهنة التمريض، هو متاخد من قانون قديم قوي. فاذا كل الحاجات دي محتاجه ناس تشتغل وتساعدك، كلهم متطوعين. ده الميزه بقى كمان، احنا ما بنجيبش مستشارين، دول كلهم ناس متطوعين بيجوا الوزاره مره في الشهر ويدوا للايه. احنا بالنسبه لهم الوزاره والناس اللي بتشتغل معانا في الوزاره هم اليد التنفيذيه للحكماء هؤلاء. الحقيقه هنتقل الى نقطه ساخنه في ملف النهارده، ولن افوت الفرصه وانا في حضره الاستاذ الدكتور اشرف حاتم غير مساله السؤال اللي بيخص الاطباء كثيرا وهو الاجور. ملف ربما سبب صداع للاستاذ الدكتور اشرف حاتم، صداع الاجور وتعديل الاجور ومستوى الاطباء المادي، ويعني صداع مزمن نتمنى ان يحل. هو المستوى الاجور في مصر عامه ده مشكله ضخمه جدا. صحيح. المشكله مش بس الاطباء، يعني المشكله ان احنا في منصب وزير الصحه انت مسؤول عن فريق فمن اول الاطباء والتمريض، الاخصائي العلاج الطبيعي، اخصائي فنيين المعامل، الصيادله، لحد العمال. فانت والاداريين والماليين، فانت عندك فريق طبي بيتكون من، يعني بنتكلم على 250,000 شخص. فاما هتحسن دخل واحد انت هتحسن دخل كتير. طبعا الاطباء لانهم طول الوقت كانوا يذاكروا، عندهم 7 سنين، ثم بعد كده عندهم تدريب، وزي ما بنتكلم ماجستير ودكتوراه وتدريب وزماله، فهم دايما حاسين انهم مهضوم حقهم. فدي حاجه في البلد كلها. وفي دراسات اهم حاجه فيها ان دايما كان المشكله دايما لما يجي حد بيفكر يحسن، كان بيروح مزود حاجه اسمها حافز او حاجه اسمها بدل او بتاع. تبص لا ان انا مرتبي الاساسي، حتى انا مثلا كاستاذ جامعه انا مرتبي الاساسي 400 جنيه. استاذ جامعه بقى لي 10 سنين استاذ، مرتبي الاساسي 400 جنيه. والباقيين كلهم بتاع ده. طب ما بتقبض انت يعني قصدي ما هو حد مثلا كان بيقول انه عايز يبقى المرتب اللي هو بتاع الخريج الحديث 5000 جنيه، كويس قوي. طب بس الاستاذ الجامعه اللي هو بقى له 10 سنين بياخد 3000 جنيه. فانت هترفع ده كله، ما انت مش هينفع ترفع الخريج الحديث وتسيب الباقيين. فهي دي دراسه كامله وزاره الماليه بتعملها. احنا كبقى وزاره الصحه بنساعدهم ازاي ان احنا بنعمل دراسه للفريق الطبي. بنتكلم على الدخل يعني اللي واحد هياخده في ايده، بغض النظر عن اسامي بقى بدلات وحوافز وبتاع. الدخل السالري يعني زي بره النت اللي انا هقبضه في ايدي اخر الشهر. المفروض ان احنا نتكلم على خطه خلال 2 3 بحيث ان نوصل للدخل اللائق خلال الفتره، والناس تبقى عارفه ان انا السنه دي هاخد كذا والسنه الجايه هاخد كذا والسنه بتاع. بالنسبه للفريق من اول الخريج الصغير اللي هو لسه تكليف مثلا لحد الاستشاري اللي هو في الخمسينات. فكل دول لازم يبقى كل واحد عارف هيبقى دخله كام في الشهر، بحيث ان هو يعني يبقى عارف هيقبض كام في اخر الشهر، بغض النظر بقى عن اسامي بقى البدلات والحوافز والمش عارف كله في الاخر اسمه ماي سالري اللي هو دخلي في اخر الشهر. طيب الحقيقه يعني اذا اوجزنا مشكله وزاره الصحه في كلمه قد تكون التمويل، والبعض دعا الى فصل الخدمه عن التمويل او ايجاد يعني منافذ وروافد للتمويل، كيف يرى الاستاذ الدكتور اشرف حاتم معالي وزير الصحه هذه النقطه؟
بص حضرتك، يا ريت احنا مستعدين نفصل الخدمه على التمويل، حد يمولنا واحنا نقدم الخدمه وتبقى سهله جدا. بس الموضوع مش بهذه البساطه، لان العالم كله بيتكلم على ان عشان اقدم خدمه صحيه جيده نعم. لازم ان في البلاد المتقدمه ان انفاقي على الصحه يكون ما بين 7 ل 10% من دخل القومي. انا انفاقي على الصحه كدوله كان 1.5% السنه اللي فاتت. فاما هيزيد هيزودوك، اما هي دي المشكله. فانت لازم عشان اقول ان انا عندي خدمه صحيه كويسه ما يبقاش في اوت اوف ذا بوكيت، ما يبقاش المريض دايما وهو مثلا متامن عليه هيدفع فلوس كتير قوي، يبقى كده كانه مش متامن عليه او كان ما فيش خدمه صحيه بتقدمها الدوله. لازم تزيد الانفاق الصحي. الانفاق الصحي ده يجي منين بقى؟ هي دي وظيفه وزاره الماليه ونقعد معاها وكده، بس هو ده وظيفه الدوله ان هو تنفق على الصحه والتعليم. اين المستشفيات الخاصه والكيانات الخاصه؟ هو انا عايز اقول لك برضو حاجه، معلومه برضو لازم الناس تبقى عارفاها، ان نمره واحد هو العيادات الخاصه بتمثل 80% من الخدمه العيادات في مصر. لكن المستشفيات الخاصه لا تمثل اكثر من 10% من الخدمه. فاذا هي ملهاش هذه القيمه. بس اللي احنا بنسمعه ان فلان الفلاني دخل مستشفى كذا وطلبوا منه فاتوره كذا، رغم ان هذا الفلان الفلاني كان ممكن يدخل مستشفى من مستشفيات، لان بقى في مستشفيات تبع لجهات حتى منها وزاره الصحه زي امانه المراكز، فيها فندقه برضو كويسه وتقدر تدفع. في مستشفيات جامعيه فيها فندقه، مستشفيات تبع القوات المسلحه والشرطه والجيش والفلوس بتاعتها اقل كثيرا جدا. فانا بقول لك المستشفيات الخاصه لا تمثل في الخدمه الصحيه غير 5%. فهي ما اعتقدش انها اولويه بالنسبه لي ان انا انظمها، غير ان احنا ان مع نقابه الاطباء. وفي قانون جديد احنا بنعمله اسمه قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحه، هو ده اللي هيحط قواعد للتسعيره بتاعت هذه المستشفيات. ولكن هذه ليست اولويه على الاطلاق، لان بقول لحضرتك عدد المستفيدين وعدد الخدمه اللي بتقدمها المستشفيات الخاصه قليل جدا. يعني يمكن احنا عايزين ننظم، لان العيادات الخاصه مثلا بتقدم 80% من الخدمه للمواطن المصري. كل مواطن ما بيلاقيش خدمه اللي في حد استشاري عايز استشاري او عايز اخصائي بيروح له عيادته الخاصه، لكن لما بيجي يفكر يدخل مستشفى لا بيدخل المستشفيات العامه اكثر والمستشفيات الحكوميه. عانينا كثيرا قبل وزاره الثوره، لانه الدكتور عصام شرف هو وزارته وزاره الثوره، وبالتالي وزير الصحه هو وزير الثوره ايضا. اللي انا عايز اقوله ان وزاره الصحه كنا نعاني قبل ذلك من الحقيقه تضارب الارقام التي تظهر او تعلن في وزاره الصحه. يقال مرضى فيروس سي 8 مليون، لا دول 14 مليون، لا دول 6 مليون. ودائما كانت الناس تنظر الى تقارير وزاره الصحه بشيء من الريبه، بشيء من التوجس، بشيء من عدم التصديق. احسن الظن الان بوزاره الثوره ووزير الثوره اللي هو حضرتك، يا ترى التصريحات اللي هتصدر عن وزاره الصحه والخاصه بالاحصاءات نقول انها ستكون ان شاء الله هي بس برضه عشان برضه هي ملهاش الاحصاءات وكده، ملهاش دعوه بالوزاره قوي، لان هي مشكله مصر عامه هي التسجيل. يعني حضرتك لأول مرة، وعشان كده هي دي مجهود كبير جدا عملته وزارة الدولة للتنمية الإدارية. وأنا بأثني على وزارة الدولة وهذه الوزارة اللي كانت هتتلغي والحمد لله أنها رجعت تاني. إنها لأول مرة في مصر بقى عندنا تصور، احنا مصر بقى لها 7000 سنة ما كانش عندنا إحصاء دقيق لعدد المواليد والوفيات في مصر إلا السنة اللي فاتت. عن طريق ايه؟ عن طريق انها ربطت مكاتب الصحة بالسجل المدني، بقى في داتابيز موجود وفي نفس اللحظة وموجود في مركز معلومات اللي موجود في مجلس الوزراء وموجود في وزارة الصحة وعندهم في وزارة التنمية الإدارية. فوجود الوزارة او الهيئة اللي تقدر تظبط ده هو ده اللي كان مشكلة، ان كل واحد كان بيشتغل واحد. فاحد مكاسب بقى الثورة زي ما انت كنت بتقول دلوقتي، احد مكاسب الثورة بس ان احنا بنشتغل كحكومة واحدة وكفريق واحد، مش كل واحد بيشتغل واحد. طيب، من وزير صحة مصر الى شباب ثورة مصر ماذا تقول؟ اقول اولا ان اللي حصل ده معجزة. يمكن جيلنا او الاجيال اللي فاتت كلها من 52 لحد دلوقتي ما قدرش يعملها. دي حاجة عظيمة جدا.
المهم هو ان احنا نعمل المعجزة الاكبر، ان احنا بقى نكمل بنى ونعمل للبلد، اللي منهم من الاطباء ومنهم كتير من اطباء الشبان انهم يحاولوا يساعدونا ان احنا نبني البلد عشان هم يحلوا محلنا ويقدروا ان هم فعلا يبقوا قادة البلد في الفترة الجاية، لان الفترة الجاية محتاجة يعني ادارة، ومحتاجة مديرين، ومحتاجة قادة كثيرين جدا، هم دول اللي ممكن فعلا، لان احنا مشكلتنا في البلد هي الادارة. طيب الحقيقة انا كنت شرفت ان انا كنت واحد من الاطباء اللي كانوا في المستشفى الميداني في التحرير، ويعني اتعملت حتى جمعية كبيرة اسمها المستشفى الميداني، ورحنا نقابة الاطباء ويعني واسسناها يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ازاي القوة اللي جوه كل واحد مننا تقدر تبقى خانة في رصيد وزارة صحة حضرتك او الوزارة في عهد حضرتك. انت دلوقتي قدامك جو عام، كل الناس نفسها تساعد البلد، كل الناس نفسها تشتغل حتى بالمجان ساعة ولا 2 في عيادات خاصة بوزارة الصحة. ازاي نعمل نيوكليوس، نعمل نواة تستقطب كل هذا الجهد وكل هذا الشعور عشان تصب في النهاية في خانة واحدة اسمها الوطن. يعني هل فكرت يا ريت نعمل زي يعني الاطباء اللي موجودين في اطباء كتير مثلا في انجلترا، في المانيا، في النمسا، في امريكا، وكلهم بيجمعوا بعض اطباء وغير اطباء حتى، وبييجوا يقابلوا المسؤولين عن النظام في يعني مثلا الصحه، كانوا بيقابلوني او بيقابلوا المختص، انهم بينظموا نفسهم وبييجوا يقولوا لنا انتوا عايزين نشتغل فين وببلاش زي ما انت بتقول كده. دي مهمه جدا. احنا بقى لو احنا بنشتغل جوه مصر، ان احنا زي ما انت بتقول كده ان انا جزء من كل، يعني انا لو انا طبيب او انا ممرض او انا صيدلي في مكاني، يا ريت ان انا اخلي اللي جنبي واللي جنبي واللي جنبي ان احنا نشتغل. العدوى ان احنا نشتغل زي ما انت بتقول كده ساعه زياده، مش عشان مصر، مش عشان الحافز، وان انا اعمل البتاع ده. واحد الحاجات المشكله الضخمه جدا اللي احنا بنعانيها هي شعور المريض داخل المستشفيات الحكوميه بالذات، ان هو جاي بيمن عليه ان هو بيتعالج بالمجان. مش كفايه ان احنا بنعالجك، لو انا الروح بقى بتاعت الميدان اللي موجوده دي، ان انا ازاي ان انا اخلي الفريق الصحي ده واعلمه ان ده انا جاي عشان اخدم هذا المريض. صحيح. وان احنا كلنا بنخدم هذا المريض، ولولا هذا المريض ما كناش نبقى لينا وجود. فان احنا نقدر نخدمه لانه ده ابونا واخونا ودي امنا. فالعدوى دي مهمه جدا، ان انا ابقى يعني زي ما الدين بيقول ان احنا نكون قدوه للناس. ممكن في ناس كتير قوي بتكون النهارده بتقول انا عايز النهارده اخد حقي، ممكن برضه نقول لهم والله احنا نقدم ان احنا ناخد حقنا، بس احنا نشتغل عشان العيان ده من غيرنا هيجرى له حاجه او هيموت. نعم. الحقيقه يعني يمكن حضرتك اثرت الى المظاهرات الفئويه اللي انتشرت في الفتره الاخيره، ويعني ناشد الاستاذ الدكتور عصام شرف كل الشعب المصري انه نقف شويه عن المظاهرات الفئويه من اجل ان نبني البلد، لانه اللي هتعبه هو اللي من حصيلته هقدر ازيد انا. فانا اذكر اني قابلت حد من البي بي سي وسالني بالانجلش يعني هم الناس دي عايزه ايه؟ ما خلاص النظام رحل ويشتغلوا بقى. فانا قلت لهم هم خايفين لا مجهودهم في المستقبل يضيع. فتقول ايه برضه حضرتك للناس اللي بيقوموا بمظاهرات فئويه سواء في وزاره الصحه او غيرها دون ان ينتظروا حصيله العمل؟ بص، برضه للامانه الشديده هو الفريق الصحي والعاملين في وزاره الصحه عامه هم اقل ناس مطالبة. هم طبعا كلهم عايزين وعايزين عايزين يعني يحسنوا دخلهم ويحسنوا واللي عايز يتثبت وكده، لكن هم اقل ناس يعني اضرارا بالعمل. كل واحد فيهم حتى اللي كان بيروح يتظاهر او بيروح يضرب او كده بيضرب لمدة ساعة وزميله بيكمل. اما حتى كان في بعض المستشفيات كان لازم يتأكدوا تماما ان الطوارئ والرعاية المركزة شغالة، ان العيادات هيقفوا فيها لمدة ساعة، وده كان مظهر حضاري جدا. فاحنا وزارة الصحة كانت اقلها يعني عشان البعد الانساني كمان، عشان يمكن البعد الانساني، ويمكن عشان احساس الناس ان احنا بنعمل خدمة مهمة قوي للناس. ولكن طبعا يعني شعور عادي جدا ان كل واحد بعد الثوره كل واحد عايز حقه، بس عايز حقه دلوقتي. حقه دلوقتي بقى دي صعبه قوي، لان في حاجات مطالب معقوله جدا دي ممكن تتاخد في فترات قريبه، لكن في حاجات
تراكمات سنين طويله. ما انا بقول لك ايه، انا شايف ان مثلا انت بتقول لي الدكتور لما يتخرج بعد كل ده المفروض ياخد كام؟ المفروض ياخد 5000 جنيه. اقول لك حقه، بس ما عشان اديه كده منين؟ ولازم هزود كل الناس بقى، يعني هزود كل الناس. فالمشكله ان انا لازم ابتدي تدريجيا وفترات، وعلى قد الايه، على قد الانتاج وعلى قد البلد، لان احنا في الاخر احنا وزاره خدميه وليست وزاره انتاجيه. الحقيقه لا يمكن ان التقي الاستاذ الدكتور اشرف حاتم وزير الصحه الا واثير بعض القضايا المهمه سريعا. قضيه الاعشاب، انا قريت في تصريح لاحد اهم صناع الدواء ربما في مصر، دكتور اسمه الدكتور محسن شلبي، استاذ الدكتور محسن شلبي من رواد صناعه الدواء في مصر. سالته مره عن الاعشاب فقال لي الصينيين بيعالجوا بالطب التقليدي فتره طويله جدا وماشي كويس عندهم، الاعشاب كويسه بس لو قننت. فتقول ايه للدكتور محسن شلبي او يعني عموما عن الاعشاب؟ هو في ادويه كثيره جدا موجوده في السوق اصلها من الاعشاب. نعم. هي المشكله ان في بعض الاعشاب موجوده في السوق او في يعني عند العطارين او بيجيبها الناس، مش معروف تركيبها ايه، او يمكن يكون تركيبها موجود في بعض المواد الضاره. اهم من كده كل انواع الطب البديل مش بس الاعشاب كلها ما عليهاش اجماع حاجه اسمها كنترول كلينيكال ترايل، اللي هو البحث العلمي بالدليل، الموثق بالدليل. احنا عندنا في وزاره الصحه لجنه اسمها لجنه العلاج المستحدث. تمام. اي حد عنده حاجه من الحاجات دي زي الاعشاب، زي علاج الاعشاب، طبعا الامراض اللي الناس بتحاول تجيب اعشاب دي هي امراض اصلا من الامراض الباطنيه المزمنه اللي هي غير قابله للشفاء، ما يقوس منها. فعشان كده بيطرقوا باب باب اي بديل اخر. فاللجنه دي هي اللي بتوافق، لجنه الطب البديل هي اللي بتوافق على هذا. ثم بعد كده بيدخل لو هو عايزين يتسوق رسمي في السوق المصري بيدخل في اللجنه الفنيه للسياسات الدوائيه عشان يتوافق عليه. فلازم الاول يدخل على اللجنتين دول. والله لو بالترتيبه بتاعته ودخل في اللجنتين دول وبقى موجود، اهلا وسهلا بيه كادجوفنت ثيرابي، يعني دواء مساعد او يعني عامل مساعد. ولكن ما ينفعش ان يكون هو الدواء الوحيد. طيب اللجان الفنيه للدواء جاتنا مشاكل كثيره جدا منها، يعني الحقيقه ولا يعني لا اريد ان اخفي ان اتهم بعضها بالفساد وبانها بياخد فلوس، مشاكل كثيره جدا حول اللجان الفنيه لتسجيل الادويه وغيرها. ومع ذلك يعني لسه ما شفناش مثلا ازاحه لبعضهم او تثبيت. يعني خلي بال حضرتك ان النهارده الشكاوى كثيره جدا، الشكاوى كثيره جدا من كل الناس في مصر. يعني في عندنا، يعني احنا بس عندنا لجنه اسمها لجنه التظلمات فيها حوالي 4500 شكوى. النائب العام عنده اوضه مليانه شكاوي ضد كل الناس في بعضها. فما ينفع، لازم حضرتك اما حد يشتكي حد ان هو بتاع يقدم دليل، والله لو اي حد، مفيش حد فوق القانون. ده بنحول الشكوى دي للشؤون القانونيه او للجهات الرقابيه او للنيابه، ومن يثبت ان هو عنده في مشكله فده بيستبعد او حتى بيحال للنيابه لاتخاذ اجراءات قانونيه. ولكن ما ينفعش ان انت عندك دواء وقدمته لي وانا رايي الفني، انت بتتكلم عن لجان فنيه مش بتتكلم على موظف خد منك رشوه. اللجان الفنيه دي عباره عن بعض الاساتذه الاجلاء من الصيدله او من الطب او ولجنه، ما فيش لجنه شخص، اللجنه دي من 8 اشخاص، فلازم لما يكون حد مستقصدك او حد طلب منك يبقوا 8 او فلو ال8 اشخاص دول انت اتهمتهم بشيء او هو بتاع، فلازم يكون عندك دليل. انا كان قصدي على فكره يعني تطعيم حضرتك لبعض ممن تثق انت فيهم شخصيا قوي للجان، احنا ما بقولش فكها ولا، لكن على الاقل انا ضد اهل الثقه، واحنا دايما مع اهل الخبره. ولكن بقول لحضرتك هي ما ينفعش ان انت حضرتك تيجي استلمت بيت تهده عشان تبني بيت جديد. لازم الاول تشوف ما هو اللي هو الصالح واولوياته، تمام، والايه والطالح تبتدي تحاول تغير. هل هناك ربما نحلم بمجلس اعلى للدواء على قرار مجلس اعلى للصحه؟
في فعلا تفكير لمجلس اعلى للدواء، لكن الاول في لجنه استشاريه عليا للدواء اتشكلت. ليه؟ عشان حاجتين، عشان مجلس الاعلى للدواء، والاهم من مجلس الاعلى للدواء كمان في اللي هو هيئه الادويه والاغذيه المصريه اللي هو الايجيبشن اف دي اي، زي الاف دي اي بس زي الاف دي اي وزي الاف دي اي السعودي. السعوديه عندها اف دي اي اللي هي هيئه اغذيه وادويه بقى لها 2.5 سنين شغاله، وليها سمعه جيده جدا على مستوى العالم العربي والعالم كله، ويمكن القوانين بتاعتها اصعب كتير قوي من القوانين المصريه والناس بتصوت منها، ولكن هي ماشيه حسب القانون. نعم. نعرف اسمائها مثلا، او يعني يعني كخبر جديد لقناتنا، ولا هي منشأة منذ فتره؟ لا يعني انا مش يعني ما فيش حد في ذهني دلوقتي، لكن هي برئاسه الدكتور ماهر الدمياطي اللي هو استاذ الصيدله ورئيس جامعه الزقازيق. نعم. طيب دكتور، كيف نعيد الثقه في الدواء المصري؟ روشتة من حضرتك. بص برضو عشان السؤال ده انا اتسالته كتير. 95% من الدواء اللي موجود في مصر هو دواء مصري. هل هو دواء ممكن تكون شركه اجنبيه بتصنعه في مصر، يعني شركه مالتي ناشونال بتصنعه في مصر، او شركه خاصه عربيه او مصريه بتصنعه في مصر، او شركه قطاع اعمال بتصنعه في مصر. دايما احنا بنخلط وبنفتكر ان انا الدواء المصري هو الدواء اللي هو بتاع شركات القطاع الاعمال العام، اللي هو الدواء الرخيص جدا، اللي هو الدواء اللي احنا بنسميه الدواء الاستراتيجي، اللي هو قطاع الاعمال العام، اللي هو اللي هو بقروش وكده. ده عنده مشاكل، كل مشاكل القطاع العام فيه، فلازم ده يطور. لكن حضرتك لو دخلت لو رحت السعودية، رحت الامارات، رحت السودان، رحت اي دولة من الدول العربية، هتدخل الصيدلية هتلاقي ان 70% من الدواء من الادوية هي المصنعة في مصر او من ادوية الدول العربية. فاذا هي ما فيش يعني اكيد الدواء ده اللي بياخدوه في السعودية، بقول لك الاف دي اي السعودي فيها ريستريكشن، فيها قواعد اكتر كتير من مصر. فالدواء اللي في مصر المصنع من الشركات المصرية والعربية اللي عاملة مصانع او في مصر او بتشتغل مع مصر بتستورده، او الشركات المالتي ناشونال اللي عاملة مصانع في مصر، ده الدواء ده جيد جدا. نعم. طيب تعريب الطب ورأي حضرتك فيه في عجالة؟ اعتقدش ان تعريب الطب هيبقى في هذه المرحله. احنا العالم كله بيتجه الى العولمه. يعني اذا كنا بنتكلم على عولمه في السياسه، وعولمه ان انت بتدخل على الفيسبوك والانترنت، دلوقتي انت قاعد في مصر وبتشوف اللي بيحصل في امريكا. مشكله تعريب الطب ان انت هي لغه العلم، شئنا ام ابينا هي اللغه الانجليزيه. عشان كده حتى في فرنسا وحتى في المانيا اللي هم بيعتزوا جدا بثقافتهم وبعلمهم، بقى التكست بوكس والمجلات الدوريات بقت بقت بالانجليزي. الالماني اللي ما بيعرفش انجليزي النهارده بقى ما بيقدرش يروح مؤتمر دولي. فالياباني اللي هو راجل معتز جدا بثقافته لما بيروح مؤتمر دولي بيقول البحث باللغه الانجليزيه. فتعريب الطب ده يعني كان في فتره من فترات المد العربي، لكن في الوقت ده اعتقدش ان العلوم كلها ينفع انها تتعرب دلوقتي. بس نعرب القوميه العربيه، نعرب الاداب، نعرب حاجات تانية كتير، وخلينا في الطب والعلوم لحد ما نبقى احنا اللي في المقدمه وهم يبقوا يعربوا بعدين. نعم. انا فوجئت في مقدمه الحلقه ان حضرتك بتحب الادب والاداب، يا ترى لو فضي وقت لحضرتك تختار كتاب لمين تقراه؟ والله انا من دلوقتي ما بقى دلوقتي قوي، لكن انا زمان كنت بقرا يعني كتابنا كلهم، من نجيب محفوظ وطه حسين ويوسف ادريس ويوسف السباعي وكل الكتاب اللي هم العظام بتوع مصر. يعني حتى الكتاب يعني الكتاب بقى الاحدث شويه، زي مثلا الدكتور علاء الاسواني، قريت له كتاب مثلا شيكاغو وعمارة يعقوبيان، لكن ما فيش وقت قوي للقراءات دلوقتي صراحه. نعم. ابن الوز عوام، انا عارف ان عند حضرتك طالب في ثالثه طب، يا ترى ابن الوز عوام؟ هو ابني الصغير. ابني الكبير ما دخلش طب، ودخل سياسه واقتصاد وحظه كويس لانه اتخرج، وهو سياسه واقتصاد فرنساوي.
ابني الصغير اصر انه يدخل طب رغم ان انا ما كنتش عايزه يدخل طب. وربنا يسهل ويطلع عوام ما يغرقش برضه. ابوه وزير صحه يعني. ما ابوه مش قادر وزير صحه كتير. ربنا يطول عمرك يا دكتور. هل يا ترى اخر يعني سؤال يمكن، هل يا ترى وزاره الصحه لو لقت في دواء معين في مشاكل منه بتسحب هذا الدواء؟ احنا عندنا برنامج اسمه فارما نيوز في القناه بيتناول هذا الموضوع. يعني ايه الخطوات اللي وزاره الصحه لو لقت دواء معين وقد حدث انه بعض الادويه اتسحبت، عايز اقول ايه الظروف التي والملابسات اللي تحيط بقرار سحب دواء من السوق؟ في حضرتك حاجه اسمها في اداره الصيدله اسمها الفارماكو فيجيلانس او اليقظه، اداره اليقظه الدوائيه. جميل. اداره اليقظه الدوائيه دي في اي حته في العالم حصل مشكله من اي دواء بيجي لها على الايه على النت، بيحصل لها باليرت على حسب الايه على حسب ما هي المشكله. فالمشكله دي بتقدمها تاني يوم للجنه، واللجنه دي بتقرر يا اما وقف تداول هذا المنتج او يعني ايه تقليل العدد بتاع الناس اللي بياخدوه، تقليل الانديكيشنز على حسب ما حدث في امريكا او في اوروبا او في اي حته في العالم. نعم. ولسه بحلم بيوم شمسه ما تعرف غيوم، وطير كطير البراري وعدي بحر الهموم. هسأل آخر سؤال للأستاذ الدكتور أشرف حاتم معالي وزير الصحة عن حلمه كإنسان، حلمه كمصري، وأخيرا حلمه كوزير. حلمي كإنسان إن مصر بلدنا تبقى بلد في ديمقراطية وسلطة مدنية متقدمة زي أي دولة أوروبية أو أمريكية متقدمة. ده كإنسان. نعم. كوزير صحة حلمي إن المواطن المصري يلاقي الخدمة الصحية بسهولة، وإن احنا ننتقل من مرحلة الإتاحة في الخدمات الصحية إلى مرحلة جودة الخدمات الصحية، وإن فعلا يبقى في يوما ما نشوف القانون التأمين الصحي الشامل بجودة بخدمة طبية ذات جودة عالية. آخر حاجة خبر تخص به قناة برونز، يعني خبر ما طلعش أو حاجة كده، ده آخر حاجة. يمكن الخبر اللي أنا أقدر أقوله لك إن احنا هنقدم خلال الفترة القادمة أنا والدكتور عمرو عزت السلامة وزير التعليم العالي زي ورقة عمل لمشروع قومي للطوارئ، لان بحيث ان المواطن المصري يبقى زي اي مواطن محترم في الدنيا اوروبي، ان هو لو حصلت له حادثه او حصلت له حاله طارئه يدخل اي مستشفى جامعي او مستشفى من مستشفيات الحكومه او حتى مستشفيات القطاع الخاص ياخد الخدمه، والجارانتي بتاعه الكريدت بتاعه هي الدوله. يعني لو طلع في الاخر ان هو ليه تامين صحي، التامين الصحي هيدفع له. لو طلع ان هو عنده فلوس وهيقدر يدفع. لو طلع ما عندوش الدوله هتدفع. يعني الحقيقه ليس هناك اجمل مما ختم به الاستاذ الدكتور اشرف حاتم معالي وزير الصحه بعد ان فتح قلبه وعقله لقناه بروميد الفضائيه بهذه النهايه الجميله جدا. الدوله هي الضامنه، لأن الذي تعرض لهذا الطارئ هو إنسان مصري. إذا كان له مظلة تأمين صحي أهلا وسهلا، إذا كان عنده من القوت ومن الرصيد في البنك ما يكفي أهلا وسهلا، وإلا فرصيده في حب وقلب بلده كافي قوي انه يغطي كل هذه التكلفة. أعزائي المشاهدين، بعد هذا اللقاء المثير واللقاء المفعم بالحب والحقيقة الانتظار لما يمكن ان تصنعه وزارة الصحة على يد هذا الرجل المحترم جدا الاستاذ الدكتور اشرف حاتم معالي وزير الصحة، لان انا ازعم ان انا اعرفه كويس جدا حتى قبل هذا المنصب، فان شاء الله باذن الله هيكون عند حسن الظن، لانها كما قلنا وزارة الثورة وهو وزير الثورة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اسمحوا لي باسمكم جميعا اتقدم بخالص الشكر واي التقدير الى الاستاذ الدكتور اشرف محمود ابراهيم حاتم معالي وزير الصحة. شكرا على هذا اللقاء يا فندم. شكرا لسعة صدرك ووقتك. تمنياتنا بالتوفيق. اعزائي المشاهدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم ليكن ختامنا ابتسام.